السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد واقتراح جديد على قناتكم بشرى شانيل. واليوم غنتشارك معكم آلة طبق ديال الروز هنايا بصوص بلانش والفطر والدجاج. الصراحه كيجي المذاق ديالو مغاير بنين بنين بزاف ومميز كما قلت لكم. كيجي الصراحه غزال. كنتمنى انكم تسيو الوصفه وتردوا عليا في لي كومونتير. كيستاهل منكم التجربه باش تفهموني علاش كنمدح في هذا الطبق. غيعشقوه الوليدات والتنتوما والعائله واللي تذوقوا من عندكم. طبق اللي رائع بامتياز. غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو الطبق ديالنا. اول حاجه ناخذ الموقد ديالي ونقول بسم الله والمقيله وندير شويه ديال الزيت النباتيه. نجيب هنايا صدر الدجاج اللي قطعته مربعات كما كتشوفوا. نديرو على هذاك الزيت راه غير زيت نباتيه، يعني ما درتش زيت الزيتون، ديروا غير زيت نباتيه. غادي ديروا هنايا شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نستعملوا في هاد المرحله الاولى. هانتوما وغنبقاو كنحركوا مزيان في هذاك صدر الدجاج ديالنا. كذلك بامكانكم تعوضوه بصدر الديك الرومي، ما كاين حتى شي مشكل، غير هو غيدي لكم شويه الوقت على الدجاج. هانتوما غنبقى كنحرك فيه حتى يتحمر ليا تماما. عاد غادي ان شاء الله تشوفوه من بعد، يعني غتخليوه على نار اللي معتدله وتبقاو كتحركوا فيه حتى يتحمر ان شاء الله. هانتوما خليكم معايا بهذه الطريقه، كاع اللي ما مقلوباش نحاولوا نقلبوها حتى يتحمر باذن الله. هانتوما خليكم معايا، ما غادي نحذف لكم حتى شي حاجه من الفيديو، غنخلي لكم الفيديو على طبيعته باش ان شاء الله اللي سيات الوصفه غتنجح معها من اول تجربه. هنايا من بعد ما تشحر ليا الدجاج وتحمر وخدا الوقت الكافي، غنجيب واحد الصحن غادي نزول هذوك الطريفات. هانتوما ملي غنزولهم غادي نوجدوا واحد البصيله اللي غادي تكون موين ان شاء الله. غادي نقشرها وغادي نقطعها مربعات ان شاء الله، وغادي نديرها في هذه الزويته فين تقلى ليا هذا الدجاج، يعني باش ياخذ هذاك المذاق ديالو. هانتوما كما كتشوفوا معايا، ها هي البصيله ديالي كما قلت لكم راه غير متوسطه. غنديرها ان شاء الله ونخليها حتى تشحر ويعني ورجع اللون ديالها بني كما غتشوفوا معايا. يعني ما تزيدوا حتى حاجه، يعني غير ديك الزويته ديال الدجاج صافي و راه غادي تنسم لينا به. غنخليها على نار اللي معتدله ونخليها حتى تحمر على خاطرها وتشوفوها معايا. هنايا من بعد ما تحمرات، هنايا تحمرات ليا تماما. غادي نجيب هنايا الفطر، الا كان عندك يعني طريق طعيه وديريه يعني قبل ما ترجع لك البصله هكذا، ديريه ديريكت مع البصله. والا كان عندك المعلب كيما انا ديريه في هذه المرحله كما كتشوفي. وهنايا غادي نعاود نرد هذاك صدر الدجاج ديالنا، نعاود نردو على الفطر. وغادي نجيب هنايا شي شويه ديال لا موطارد، غندير تقريبا غير واحد الرويس معلقه بركه. وغادي نخلي كل شيء كيتشحر جانبا على نار اللي يعني ناقصه، ومره مره نحركو وننتقلوا هنايا للروز. بالنسبه للروز ديالنا انا سلقت 2 كؤوس ديال الروز، يعني راه غادي يكفي 2 كيسان ديال الروز، غيكفيو 3 ديال الاشخاص. من بعد ما تسلق ليا تماما غناخذ هاد المقيله ديالي وغادي ندير فيها الزبده. كما كتشوفوا انا استعملت زبده سبيسيال، تقريبا درت واحد 2 معالق مملوئين جيدا. وغادي ندير هذاك الروز اللي سبق ليا وسلقته وخليته استقطر. ها نتوما ديروا الروز كلاصي، يعني هو اللي غادي ينفعكم لهذا الغرض. غادي نسم هنايا بشويه ديال المليحه والابزار
وغادي نخلي هذاك الروز حتى يتشرب ليا تماما من هذيك الزبده. وبامكانكم كذلك الا بغيتو تزيدوا كنور ديال الدجاج، انا صراحه ما كنضيفوش، كنستغنى عليه. غادي نضيف غير شي ديال الاعشاب منسمه صافي. وها الروز راه كيبقى مفرز حبه على اختها. غادي نخليه جانبا وننتقلوا للدجاج ديالنا والفطر. غادي نزيدوا شويه ديال الصوجه، واحد تقريبا واحد المعلقه ديال الصوجه. وغادي نزيد هنايا الكريمه الخاصه بالطهي. غادي نضيف هنايا هاد العلبه الصغيره، يعني غادي نضيفها كامله. وغادي نحرك العناصر جيدا. وهذاك الاخر الصوجه الصراحه كتعطي واحد اللوين لهاد الصوص، كتعطيه زويون. حاولوا ديروها وكتعطي مذاق اللي زويون بزاف. هانتوما صافي. هنايا غادي نخليها غير شويه تطلع الغليه صافي. غادي نزولها تماما صافي. هنايا صافي راه عقادت. غادي نزولها. هنايا غادي ننتقلوا باش غادي نقدموا الاطباق ديالنا. غادي ناخذوا شي زليفه وغادي ندير فيها داك الروز اللي حضرت معكم. وغادي نحاول نديرو في واحد الصحن ديال التقديم، يعني يكون كبير شويه. هانتوما انا الصراحه هذه الكميه خرجت ليا 3 ديال الوجبات ل3 ديال الافراد، يعني 2 كيسان ديال الروز. وهادشي اللي درت راه عطاني 3 ديال الطباسل. هانتوما من بعد ما درت الروز هنايا غادي ندير الدجاج ولاصوص ديالو بلانش اللي كتجي الصراحه زوينه بزاف. كنتمنى انكم تسيوها وتردوا عليا في لي كومونتير، راه كتجي زوينه وغزاله. هانتوما واللي كيبغي كذلك معدنوس، ما عندوش اعشاب منسمه، يدير معدنوس لهداك الروز من بعد ما غيطفي عليه. هانتوما غادي ندريسي الطبيصلات بجوج. هانتوما وراه كيجي الصراحه زوين كوجبه ديال الغداء ولا العشاء. المهم كيرجع لكم الاختيار. اللي مهم ان الوصفه جد رائعه، غيحمقكم المذاق ديالها المميز جدا. غيسيوها وغادي تشوفوا رده الفعل ديال العائله ديالكم من بعد ما غادي يذوقوا هذا الطبق. هانتوما طبق الصراحه جا غزال، زينتو بشي ديال المعدنوس من الفوق. هانتوما وهذه هي الريزلت ديالو. غادي ننتقلوا دابا للمرحله ان شاء الله ديال التذوق، باش غادي نتذوقوا هذا الطبق اللي بنين بزاف الصراحه. شوفوا لاصوص كيفاش دايره، واعره، صوص بلانش اللي رائعه مع هذا الروز. هانتوما كيجي رائع وغزال الصراحه. انا كيحماقوا عليه وليداتي، راه ما يمكنش دوز سيمانه بلا ما نوجد هذا الطبق للوليدات ديالي. هانتوما داكشي باش قلت نتشارك معكم الوصفه باش نتوما تسيوها لوليداتكم ان شاء الله. كنقول لكم ما تنسونيش من الاشتراك، اللي ما مشتركش على القناه يدخل يشترك، وشجعوا هاد المحتويات النقيه باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. وخليتكم على خير الى وصفه جديده باذن الله.